السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيجي لي كتير، باشمهندس أنا مش عارف أعمل إيه. أنا في بداية المنهج والناس كلها بتراجع والناس تحل امتحانات وفي ناس كمان خلصت حل امتحانات وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا دفعة 2024 وآخر فرصة السنة دي. أنا دفعة 2025 ومش هخش السنة الجاية وآخر هخش السنة دي. ده سؤال بيجي لي من ناس كتير قوي كل يوم، صبح وليل بيجي نفس السؤال. انا عايز اسالك سؤال، هل انت عندك حل تاني غير انك تدوس؟ لا، يبقى الحل انك تدوس. لو الناس بتذاكر الفتره اللي جايه دي 4 ساعات مركزين، انت ذاكر 8 ساعات مركز. ما قدامكش حل تاني، ما قدامكش حل غير انك تدوس. دوس الفتره الجايه وات اخرك. ما تقعدش بقى ليل نهار تفكر هنجح هسقط هنجح هسقط. ما قدامكش حل تاني غير انك تجيب اخرك. جيب اخرك ان شاء الله باذن الله الفتره دي تعدي بخير وتنجح. لا قدر الله لا قدر الله الفتره دي عدت حضرتك ما حصلكش نصيب، عمرك ما هتندم انك قصرت لانك جبت اخرك. فجيب اخرك يا باشمهندس، جيب اخرك الفتره دي وزي ما تيجي تيجي جيب اخرك. انت دلوقتي وصلت لحاجه في المذاكره الناس القويه بتتمناها، ايه هي؟ اللي انت هتذاكر ببرود مش قلقان، لانك انت كده كده حاطط احتماليه اللي انت ممكن تقع، فهتذاكر ببرود. فجيب اخرك يا باشمهندس وانت بارد كده. والبرود ده مش حاجه سلبيه، البرود ده يعني انت مش متوتر، يعني انت مش عمال بتجري. فركز كده وذاكر السؤال بيجي في الامتحان ازاي، ما تضيعش وقتك في معلومات ملهاش لازمه. الفتره الجايه ركز وهات اخرك وبطل توتر، بطل تقلق نفسك، بطل تحس ان انت لو سقطت كل حاجه هتفوتك. لو انت ركزت هتنجح، اتوترت الدنيا هتبوظ منك. فركز كده وربنا ييسر لك الحال ان شاء الله. السلام عليكم.